حتى آدم. قد يكون، وهذا يسعد التطوريين، قد يكون أيها الإخوة حلقة مش تطورية، مش بالضرورة تطورية، لكن حلقة في سلسلة خلق شبيه، حلقة متقدمة زمنيا متأخرة. طبعا زمنيا هي متأخرة، أقرب إلينا. المتقدم هو الأبعد زمنيا، زمنيا حلقة متأخرة. لماذا؟ في الأدبيات الصوفية ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام خبر حديث: قبل آدم 1000 آدم، في بعضها 1000 آدم. طبعا لم تصح من جهة الإسناد، لكن موجودة في الأدبيات الصوفية، في بعض كتب الحديث. أهل السنة الإمامية الاثنى عشرية عندهم ربما خبران أو ثلاثة على الأكثر في هذا الباب: قبل آدم 1000 آدم، أو 1000 آدم، مليون آدم. لماذا؟ هذا يسعد التطوير ويسعد هيوم. تجربة وخطأ، ليست تجربة وخطأ. قد يشير قوله عز من قائل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إلى هذا. كيف؟ لأن الاصطفاء عموما أيها الإخوة يكون إيه؟ يكون لفرد أو مجموعة، بين أفراد أو مجموعات، بحسب المصطفى. هنا الذي وقع عليه الاصطفاء المصطفى هو شخص واحد، آدم، من بين ماذا؟ أو من بين من اصطفاه الله؟ إذا من بين أوادم آخرين. قبل آدم 1000 آدم. لو كان آدم هو فعلا هو السلسلة، عفوا الحلقة الأولى بإطلاق في هذا الجنس، في هذه الخلقة المعروفة بالبشر مثلا، لما ساغ أن يقول إن الله اصطفى آدم على من هو الأول، لكن يبدو أنه كان مسبوقا. إشارات، هذا القرآن، هذه أعماق القرآن الكريم. ولذلك حين استفصلت واستفسرت الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. بعض الاحتمالات التي طرقت هذه الآية معنويا أن الملائكة كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت أن هذه الخليقة الجديدة المفروض أنها جديدة، كما كنا نرقن وندرس، المفروض أنها جديدة. آدم إن جعلوا في الأرض خليفة، قالوا: أتجعلوا فيها. يمكن أيضا أن يستأنس بهذا الاستفسار والاستفسار من الملائكة أن آدم ليس هو أول هذه الخليقة، إنما منه ومن جنسه أو شبيهه أوادم آخرون سبقوه وكانوا في الأرض خلفاء، استخلفهم الله تبارك وتعالى من بعضهم بعضا وجعلكم خلائف الأرض، وجعلكم خلائف الأرض. فقاسوا آدم على أولئكم وظنوا أنه سيفسد كما أفسدوا. في الحقيقة أفسد، ابن آدم مفسد إلى اليوم.